في عام 2018 شاب نازل من بيته رايح شغله عادي خالص، وفي مكان قريب من كوبري المريوطية بس تحت الكوبري لقى كيس بلاستيك كبير. قرب منه لقى ان فيه ريحة قذرة جدا طالعة منه. فتح الكيس لقى آثار دماء على الكيس، ولقى جثة طفل مشوهة المعالم. بدأ يستغيث وينادى على الناس اتلمت وتم استدعاء الشرطة، واللي حضرت المكان وعملت كردون حول الكيس وتم فضه، واتضح انهم مش جثة طفل واحد، دول جثة 3 أطفال مشوهين المعالم. على طول الشرطة استدعت رجال الطب الشرعي والمعمل الجنائي. الحادثة دي بقى وصلت للفيسبوك ومواقع السوشيال ميديا، والموضوع اتوصف ان دي عصابة بتخطف الأطفال عشان تاخد الأعضاء البشرية منهم. والشرطة كانت بتصارع الوقت عشان تحل القضية دي أو لغز الموضوع ده وتعرف مين اللي عمل في الأطفال دول كده. تقرير الطب الشرعي اللي صدر بيقول إن ال3 أطفال دول مش أشقاء، في منهم 2 أشقاء، إنما التالت مفيش صلة بينه وبين الاتنين التانيين. أعمارهم 2 6 سنين و1 4 سنين. وبالفعل تم نزع بعض الأعضاء منهم، بس المثير إن النزع ده مش بطريقة طبية، بطريقة عشوائية، ممكن الغرض منها أو الهدف منها يكون الانتقاء. كمان تم تشويه أجسام ووشوش الأطفال ال3 عشان أو حتى لا يتم التعرف عليهم. كمان المثير في التقرير الطبي هو سبب الوفاة، فسبب الوفاة للأطفال ال3 دول هو الاختناق بسبب الحريق أو الاختناق بسبب تعرضهم لدخان كثيف جدا. الشرطة بقى بدأت تبحث في القضية دي، وأول حاجة عملوها إنهم بدأوا يبحثوا في بلاغات الأطفال المفقودين، وبالفعل وجدوا أسرتين مبلغين عن أطفالهم ال3، أسرة مبلغة عن 2 وأسرة مبلغة عن 1 في منطقة قريبة من منطقة الوجود بحوالي 40 كيلومتر. تم استدعاء الأسرتين دول عشان يتعرفوا على جثث الأطفال. في الوقت بقى اللي كانوا بيشوفوا فيها الأطفال حصلت حاجة غريبة جدا أثارت حفيظة رجال الشرطة. اللي حصل إن الأمهات وهم بيشوفوا الأطفال اتعرفوا عليهم إن هم دول أطفالهم، بس ما ظهرش عليهم الحزن الشديد أو الصدمة اللي ممكن تحصل لأي أم في وضع زي كده. فالموضوع ده كان غريب شوية. هنا بقى رجال الشرطة حست إن في حاجة غريب، فبدأوا يكثفوا تحرياتهم ويسألوا الجيران الملاصقين للأسرتين دول. وفعلا الجيران قالت إن حصل حريق في يوم من الأيام عند أحد الأسرتين دول أو في بيت أحد الأسرتين دول، وبعد الحريق ده الأطفال ال3 دول اختفوا على طول. التحريات دي كمان أثارت رجال الشرطة أكتر وأكتر، وهنا بقى استدعوا أمهات الأطفال دول وبدأوا يحققوا معاهم تحقيق مكثف لحد ما انكشفت كل حاجة. والأمهات ده قالوا لرجال الشرطة إنهم كانوا خارجين مع بعض، أم الولدين وأم الولد مع بعض عشان يتسوقوا أو يجيبوا حاجات من السوق، وكانوا عايزين يسيبوا الأطفال دول، فاضطروا إنهم يسيبوهم لوحدهم في إحدى شقق أو في الشقة اللي حصل فيها الحريق دول. والأمهات أخروا على الأطفال جدا، والأطفال دول لعبوا في المطبخ فأشعلوا الحريق في المنزل. والأمهات لما رجعوا متأخرين من السوق وجدوا الدخان طالع من كل حتة في البيت، جروا بسرعة على الأطفال، دخلوا الشقة لقوا الدخان مالي كل الشقة. الجيران بدأت تتحرك، بس هدوا الجيران وقالوا إن احنا سيطرنا على الحريق، بس للأسف وجدوا ال3 أطفال توفوا. بعد اللي حصل ده بقى أمهات الأطفال كانوا قاعدين مصدومين، هيقولوا إيه طيب لأزواجهم بعد ما ييجوا ويلاقوا الأطفال دول توفوا. وللأسف تفكير الأمهات الشيطاني صور ليهم إنهم يعملوا في أطفالهم كده ويشوهوهم ويرموهم في المكان اللي الناس لقيتهم فيهم ده، ويحطوهم في أكياس ويلفوهم بالطريقة المعينة دي. وحتى هم اللي استأصلوا منهم الأعضاء عشان لما الناس تجدهم الموضوع يتصدر او يتقال ان في عصابه هي اللي خطفتهم وعملت فيهم كده وشوهتهم بالطريقه دي، علشان ازواجهم ما يعملوش فيهم حاجه لما يعرفوا انه كان خطأهم لما سابوا الاطفال لوحدهم في الشقه هو اللي وصل او هو اللي كان سبب وفاه الاطفال ال3. بصراحه مش عارف اقول ايه. تم القبض على الامهات ال2، وتم طبعا توجيه ليهم بعض التهم زي تهمه القتل الخطأ بسبب اهمالهم الشديد جدا لما سابوا الاطفال لوحدهم وتسبب الموضوع ده في وفاتهم، كمان تهمة إخفاء الجثث لتضليل العدالة. أشكركم والسلام عليكم.